السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاق تفسير الأحلام. يا رب تكونوا دايما بصحة وسعادة وخير. يا رب النهاردة هتكلم عن رمز مهم جدا، معتقد عند بعض الناس ان لما يشوفوا رؤية او يشوفوا حلم ويصحوا ويجوا يحكوا لحد ويقولوا احنا شفنا دم في المنام، يقولوا لا ما تحكيش الدم، ما تحكيش الرؤية كده الدم فسد. لا طبعا المعلومة دي خطأ خالص وغلط خالص. يعني الدم ده بيبقى له إشارة وله رموز وله تحذيرات وله معاني. فلازم نبقى عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى ما بعتش لنا عالم الرؤى، اللي هو العالم الموازي بتاعنا كده. لا، ده بتبقى فيه بشاير، بتبقى فيه تحذير، بتبقى فيه انذارات. فعايزاكم تركزوا معايا في دقايق معدودة وتعرفوا تفسير رؤية الدم ايه، علشان نبقى عارفين ونخرج ان شاء الله من الفيديو واحنا فاهمين تفاصيل الدم في المنام. بس قبل ما نخش في الفيديو في تفاصيل الفيديو، عايزاكم تدعموا الفيديو برايك عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس، وتعملوا اشتراك في القناة. واللي عنده أي رؤية وعاوز يفسرها يكتبها أسفل الفيديو وإن شاء الله هفسرها له. هنبدأ بقى، نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يشوف الدم يا جماعة، رؤية الدم في المنام ما بتبطلش الرؤية، ما بتبطلهاش أبدا، بالعكس دي بتبقى رسائل. الدم له رموز كتير على حسب طبعا حال الرأي وظروفه. يعني مثلا لو الرأي شاف ان هو بيتقلب في الدم، يعني واقع في الدم وجسمه على الارض وجسمه متقلب في الدم، يعني هو الدم على الارض وهو نايم على الارض وعمال بيتقلب في الدم. المنام ده بيبقى له رسالتين وانذارين، وطبعا الرائي بيبقى عارف الانذار اللي جاله. اما ان هو ماشي في معصية وماشي في ذنب مرتكب جدا ومعصية صعبة جدا، فالمنام جايله بيقول له قوم فوق من الابتلاء، لان ده يبقى ابتلاء عليك. انت ماشي في معصية والمعصية دي هتسبب لك ابتلاءات كتير، هو بيبقى عارف. او بتبقى رسالة له ان مالك دخله حرام، بيبقى فيه ذنب عامله او معصية او مالك. طبعا بيكون هو عارف طبعا نفسه وعارف حاله اذا كان هو ماشي على معصية وذنب ولا بتبقى فلوسه حرام. طيب بالنسبة للستات، سيلان الدم، بالنسبة لسيلان الدم، لما تشوف انك انت نايم كده وفي سيلان ما بين الجلد وجسمك، يعني شايف سيلان الدم، مفيش عروق، في دم في جسمك، دي بتبقى ايه؟ بتبقى رؤية جميلة جدا، بتبقى بشارة جميلة، بتدل على الصحة والعافية وعلى الشفاء. لو انت تعبان بتدل على ان صحتك هتبقى كويسة جدا. لكن لو صاحب الرؤية مثلا مسافر او عنده حد غريب مسافر، بتدل على ان هو عودة غائب من سفر، وهو لو على سفر فعودته البلد اللي هو فيها. طبعا زي ما قلت لكم على حسب حال الرأي وظروفه. بالنسبة للبنت العزباء لما تشوف الدم بتبقى بشرى لها، اما بقدوم عريس وزواج لها، او لو هي بتبحث على عمل بتبقى بشارة لها برزق ومال وعمل جيد. الرؤية دي مهمة جدا، بتجيلي كتير قوي في الرسائل اللي على الجروب. بتقولي رأيت، بتشوف انها لقت نفسها الحامل، بتشوف انها شافت دم. انا ما بقدرش اقول لها ده كده ممكن يحصل سقوط للجنين. بديها انذارات، بقول لها خلي بالك رؤية الدم للحامل معناها سقوط الجنين. دايما بحذرها، اقول لها بحذرها وبقول لها نامي على ظهرك، خدي بالك من صحتك، تابعي مع الدكتور. ما ينفعش اقول لها كده انت ممكن الجنين يسقط، الرؤية بتقع. فعلى قد ما بقدر بقول لها انها تتجنب المخاطر اللي هي ممكن تمر بيها. طب لو واحدة كبيرة في السن، عدت سن اليأس والدورة معلش بتجيلها اللي هو دم الحيض، وشافت ان عندها جالها دم الحيض، دي بقول لها تبقى الرؤية دي لها انذار. بقول لها خلي بالك من صحتك جدا، لان الفترة الجاية ممكن تمر بشوية تعب وشوية تعب نفسي وتعب جسدي، فخلي بالك من صحتك. بتبقى الرؤية هنا انذار. طب لو رؤية المتزوجة ولقت نفسها المتجوزة ولقت نفسها حائض، لو لقت نفسها حائض ده بتدل على ايه؟ بتبقى جايه لها رساله بتقول لها خلي بالك، لان ممكن تحصل في فراق بينك وبين جوزك، في بعد بينك وبين جوزك،
ممكن تكون في مشكلة، فالمنام جاي لها بيقول لها خلي بالك وخدي بالك من الفترة الجاية. لو شفنا الدم نزل من الأنف، نزول الدم من الأنف لو نقطة دم أو نقطتين بتبقى تفريج هم وزوال هموم. كمان لو الواحدة حامل وشافت نفسها ان في دم بينزل من مناخيرها، بنقول لها خلي بالك عشان دي انذار ليكي بان الجنين ممكن يسقط، يحصل لك الحمل هيحصل له سقط جنين والحمل مش هيكتمل، فخلي بالك من صحتك. لو شفنا الدم ما بين السنين، لو احنا شفنا في المنام ان ما بين السنان في دم بيقع او دم، ده بيدل على ايه؟ بتدل على مشاكل ما بين الاهل او ما بين الاصحاب، وبتكون فيها خسارة. ولو ما بين الاهل بتبقى خسارة مادية او ورث، بتبقى خسارة لها. نقطة الدم في العموم بتبقى تفريج هم، دم كتير بتبقى خسارة. طب لما تشوف نفسك بتتبرع، الرؤية دي بقى جميلة، لما تشوف نفسك بتتبرع بدم بتبقى ايه؟ لو انت اتبرعت بدم وشوف نفسك بتتبرع بدم، بتبقى انت ربنا بيفكرك وبيذكرك، بيقولك انت كان عليك نذر او عليك كفارة او عليك دين، ولازم توفي بيه، لازم توفي بيه. لان المنام ده جايله انذار، مش انذار، جايله بيفكروا بالرؤية ديت، لان بيبقى في حال عنده واقف في تعطيل امر، مش راضي يكمل في حاجة بيسعى عليه مش راضية تكمل، حاجة عاوزها مش راضية تحصل، بيسعى لحاجة معينة. ربنا بيبعت له الرسالة دي، بينور له بصيرته، بيقول لك خلي بالك انت كان عليك كفارة او كان عليك نذر او كان عليك دين، فانا موقف لك الحاجة اللي انت عاوزها عشان خاطر لازم تسدد دينك. فالمنام هنا بيبقى له بشارة. اللي عنده اي رؤية يكتبها اسفل الفيديو، وان شاء الله يتم تفسيرها. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة.